السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا وسهلا بكم من جديد على قناة سوبر توجي أم بدر. النهاردة جاية لكم في موضوع مهم جدا أنا شفته بصراحة على الفيسبوك، والموضوع شقلب دماغي. المهم أنا مش هكلمكم بقى في الدين ولا قال الله ولا قال الرسول، أنا هقول لكم على حاجة إحنا عرفناها كده بالفطرة. سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام لما كان في مكة، اتنقل من مكة إلى المدينة، عمل معاهدة مع اليهود. وهنيجي لعمرو بن العاص لما دخل مصر في عهد عمر بن الخطاب، قال للمسيحيين لما كانت مصر كلها مسيحية، وقال للمسيحيين وما أكبرش حد اللي عايز يدخل الإسلام عشان إحنا هندافع عنه يدخل الإسلام، لكن اللي عايز يفضل على دينه هيدفع الجزية. يعني في الموضوع ده محدش أكبر حد إن هو يدخل ديانته ديانة غصب عنه. طيب أنا بتكلم الموضوع ده ليه؟ الفترة اللي إحنا عايشين فيها إن المسلم لا يتزوج، لا معلش، المسلم بيتزوج مسلمة ويتزوج من الديانات الأخرى اللي هي الديانات المسلمة، ماشي، وده حق ربنا والشرع اللي قال عليه. لكن المسلمة تتزوج غير مسلم، ده حاجة جديدة احنا ما شفناهاش وشكلنا هنشوفها. يعني ايه؟ يعني انا مش بخرف. اولا احنا في العصر اللي احنا فيه ده ما صدق، يعني صدق اللي قال ان احنا في اخر الزمان. لما واحدة مسلمة وهي تونسية وكانت ترند الايام اللي فاتت، طلعت ببدعة كده وقالت انها هتتجوز 2 رجالة، وكل الناس مجدتها وعملت منها ترند. وكان في مذيعة مشهورة كانت في مداخلة مع المحامي بتاع التونسية اللي اتجوزت 2، فالمحامي بيكلم المذيعة المصرية علشان طبعا دي بدعة في المجتمع الإسلامي، مش في بدعة، مش بدعة لتونس بس. وقالت له انت ترضى ان مراتك تتجوز عليك واحد؟ فقال لها لا، يعني هو بيدافع عن واحدة لكن ما يرضاش ان مراته تتجوز واحد تاني عليه. طيب ده الموضوع اللي انا قصدي عليه دلوقتي ان واحدة مسلمة والمفروض انها تكون قدوة لستات كتير جدا ممكن يقلدوها في فكرها، في ستايل لبسها، في ستايل شفايفها اللي بتنفخها. زي مين؟ زي إلهام شاهين. انا مش هخاف اقول اسمها لان انا اصلا طالعه اتكلم عنها. إلهام شاهين طالعه في احدى البرامج وصوتها في الفيديو اللي انا كنت سمعته بتقول كده، يعني بدون استحياء. المذيعة بتقول لها ايه؟ انتي ممكن لو مشاعرك اتحركت لواحد غير ديانتك اللي هي الديانة المسلمة، يعني انتي ممكن تتجوزيه؟ فقالت لها ايه المشكلة؟ لو انا عندي له مشاعر انا هتجوزه، اذا كان مسيحي او يهودي اتجوز جواز مدني مفيش مشكلة. تخيلوا واحدة زي إلهام شاهين لما تطلع تقول البدعة دي للعالم كله، تفتكروا هي بتدعو إلى إيه؟ حاجة واحدة، بتدعو إن الست لو القيم والأخلاق اللي إحنا عشنا فيها إنها مش عارفة تتجوز واحد مسيحي فروحوا اتجوزوا مدني مفيش أي مشكلة. ده اللي بتدعوه إلهام شاهين. أنا عايزة أعرف رأيكم، الست دي هل هي صح ولا غلط؟ في ناس كتير لما باجي اتكلم عن حد بيطلع يدافع عن الشخصية اللي انا بتكلم عنها. معلش ستوب، لما تيجي تشوف الفيديو بتاعي اخلع نفسك، ماشي؟ عشان لو اتكلمت كلام مش اخلاقي انا هطلع ارد على صاحب التعليق. انا ما بحبش إلهام شاهين. إلهام شاهين لا انت عارف اذا كانت هي مسلمة ولا هي مسيحية ولا هي يهودية. الهانم بتقول ايه في الفويس بتاعها؟ ان عادي لما بدخل جامع بدخل اصلي، ولما بلاقي كنيسة بدخل اصلي، ولما بلاقي معبد يهودي بدخل اصلي. هو حاجة واحدة بس، سؤال معلش، يعني اخواتنا المسيحيين على عيننا وعلى راسنا،
هل في واحدة مسيحية ممكن تدخل جامع تصلي؟ أو ممكن تدخل معبد يهودي تصلي؟ هل في واحدة ست يهودية ممكن تخش كنيسة تصلي؟ أو ممكن تدخل جامع تصلي؟ أعتقد لأ، كل واحد بيغير على دينه. إلا الست دي ما تعرف لهاش أي ملة. يعني يمكن تشوف واحدة هندوسية وتبقى عارف إنها هندوسية، تبقى هي عارفة إنها هندوسية وبتقول، يعني بتقول، يبقى أنت عارف دي ملهاش ملة غير الهندوسية. أنتوا عارفين إن هما بيعبدوا البقر، لكن ما تجيش تتمسح بالديانات التانية. مش فاهمة هي بصراحة عايزة مننا ايه؟ عايزة تشقلب عقول الستات التانية؟ عايزة تدعو لحاجة غير طبيعية؟ كان نفسي بصراحة، والله العظيم كان نفسي الشيخ الشعراوي يكون عايش على وش الدنيا في هذا العصر، ويطلع يرد على الناس اللي بتعمل عليه ترند دلوقتي وعلى حسه الله يرحمه، وبتقول عليه تفكيره رجعي ومش محتاجين آراءه. دلوقتي بعض الناس اللي ابتدوا على الأخلاق اللي استغفر الله العظيم بتتكلم بالوحش على الشيخ الشعراوي. رجعوا شوية كده بالزمن، الشيخ الشعراوي اللي توب شمس البارودي وبقت ست متزوجة وحافظة بيتها لحد دلوقتي وعلاقتها كويسة بزوجها. تعالوا على تحية كاريوكا الراقصة المشهورة، تابت على ايدين الشيخ الشعراوي. تعالوا لي شادية الله يرحمها، كل دي ناس في منهم اللي عايش لحد دلوقتي وفي منهم اللي توفى. شادية كانت تابت على ايد الشيخ الشعراوي. مريم فخر الدين تابت برضه على الشيخ الشعراوي، على ايد الشيخ الشعراوي، وعرفت ازاي تصلي. ناس كتير جدا زي سهير البابلي، في ناس كتير جدا، في الله يرحمه، وفيه اللي موجود على قيد الحياة زي شمس البارودي لكن مش متذكرة مين تاني. كل دي ناس تابت على ايد الشيخ الشعراوي. وفي ناس ملهاش اي 30 لازمة كانت بتقول ده الشيخ الشعراوي كان بيحرضهم ان هم يتحجبوا. يعني الشيخ الشعراوي لما كان زمان بيتوب الناس ديت، الناس دي تابت بإرادتها، عرفت طريق ربنا بإرادتها، ما مسكلهمش حد السيف عشان يقول لهم صلوا، او يقول لهم مثلا قولوا اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. الشيخ الشعراوي كان ليه طريقة معينة. الشيخ الشعراوي الله يرحمه اللي بيقولوا عليه دلوقتي انه آراءه وتفكيره هم مش محتاجينها، كان بيقف قدامه أمراء ورؤساء وكانوا عينيهم بتبقى على الأرض قدام الشيخ الشعراوي. الشيخ الشعراوي دلوقتي لو انتم مش عارفين، هو مش عارف يرد عليكم، بس ربنا موجود وفي ناس كتير من محبين الشيخ الشعراوي يرد على الناس اللي زي إلهام شاهين واللي زي أسماء شريف منير لما طلعت وتطاولت على الشيخ الشعراوي، وزي ناس كتير جدا دلوقتي بتتكلم عنه. الله يرحمك الشيخ الشعراوي. مع السلامة.